السلام عليكم. هل فعلا سلق البيض مدة أطول من اللازم ممكن يسبب التسمم؟ وإيه الفرق بين البيض الأحمر والبيض الأبيض؟ وهل البيض بيتغسل ولا ما بيتغسلش؟ أنا فاطمة محمد، ماجستير سلامة الأغذية، وهنا فود ستايل، هدفنا نتعلم ناكل بأمان. البيض طبعا يعتبر أرخص مصدر بروتين حيواني وقيمته الغذائية عالية جدا. وفي معلومة حابة أقولها، أنا شخصيا ما كنتش أعرفها يعني غير لما درست المجال ده، إن في فرق بين البيض اللي بيطلع كتكوت والبيض اللي احنا بناكله. البيض اللي بيطلع كتكوت ده اسمه بيض مخصب، يعني تم التخصيب فيه ونتج عنه جنين، والبيض ده ما ينفعش يتاكل لأن هو بيسبب تسمم. أما البيض التاني فهو بيض غير مخصب واسمه بيض المائدة، ده البيض اللي احنا بناكله، ده لأن الفرخة ما حصلهاش تخصيب، فده جزء من الجهاز الأنثوي بتاعها نزل، وده بيحتوي على القيمة الغذائية أو الغذاء اللي لو كان حصل تكوين جنين كان الجنين هيتغذى عليه. ده البيض اللي احنا بناكله اللي هو بيض المائدة. طبعا انا عارفة ان الكلام ده ممكن عند ناس يكون ما احنا عارفين وكده، لكن الاجيال بالذات الجديدة، وطبعا دلوقتي مفيش حد بيربي وكده، ففي ناس كتير جدا يعني ما تعرفش الكلام ده، فحبيت ان انا اقوله برضو. السؤال اللي بعد كده، ايه الفرق بين البيض الابيض والبيض الاحمر؟ في القيمة الغذائية مفيش أي فرق، الفرق بس إن السلالة دي بتطلع بيض لونه أحمر والسلالة دي بتطلع بيض لونه أبيض. طيب ليه البيض الأحمر أغلى من البيض الأبيض؟ الموضوع اقتصادي بحت، ملوش أي علاقة بالقيمة الغذائية. ولكن طبعا البيض الأحمر التجار بيفضلوه ومتداول أكتر لأن القشرة بتاعته بتكون أسمك، فبالتالي تكسيره والهدر فيه بيكون أقل. بس كده، لكن في القيمة الغذائية مفيش أي فرق تقريبا. نيجي بقى للسؤال اللي كل الناس بتسأله، اللي هو ايه هي الفترة الصحيحة او المدة الصحيحة لسلق البيض؟ وهل سلق البيض زيادة عن اللزوم ممكن فعلا يعمل تسمم؟ المدة الصحيحة طبعا لسلق البيض هي بتبقى من 7 ل10 دقايق، ودي بتدينا بيض الصفار بتاعه لونه اصفر زاهي. لكن لما بنزود المدة بتاعة السلق عن كده فطبعا البيض بيحتوي على مركبات الحديد والكبريت، كل ما بتزيد مدة السلق وتعرضه لدرجات الحرارة العالية المركبات دي بتتحد مع بعضها وتدينا اللون المخضر، وده اللي بيبان قوي في الصفار بالذات عند الحد الفاصل بين الصفار والبياض، وده اللي خلى الناس قالوا ان سلق البيض زيادة عن اللزوم ممكن يعمل تسمم. لكن طبعا المركبات دي ملهاش اي اضرار على الكبار ولا الصغيرين، هي بس المشكلة في سلق البيض زيادة عن اللزوم اللون ده اللي ما بيبقاش مرغوب قوي لينا، لكن ملهوش اي اضرار. امال ايه بقى مادة الافيتين اللي الناس اتكلمت عنها؟ هي مادة الافيتين فعلا موجودة في البيض، لكن في البيض الني مجرد ان هو اتعرض لدرجات حرارة عالية المادة دي بتتكسر لمركبات تانية ملهاش اي اضرار. عشان كده المشكلة بتبقى في البيض الني، الناس الرياضيين اللي هي بتاخد البيض الني علشان خاطر البروتين. طب ما البروتين برضه هو موجود في البيض المسلوق، يعني مش هيحصل له حاجة. وطبعا البيض البريشت، البيض البريشت اللي هو بيعملوه عند درجات حرارة بس ما بيطولوش قوي علشان خاطر يفضل سايل، هو كده طبعا ما تعرضش لدرجات الحرارة المناسبة، فممكن فعلا يبقى ليه أضرار. نيجي للسؤال اللي بعد كده، هل البيض بيتغسل ولا ما بيتغسلش؟ وعلشان نجاوب بالسؤال ده لازم نعرف ان القشرة بتاعة البيض مسامية مش مصمطة، وربنا جعل حواليها طبقة شمعية علشان تقفل المسام دي. كل ما البيضة بتقعد فترة اكتر كل ما المادة الشمعية دي بتقل والبيضة نفاذيتها ومساميتها بتزيد. وممكن طبعا تدخل ميكروبات وممكن تدخل بكتيريا وطبعا المية. علشان كده ما ينفعش نغسل البيض، لان كل ما نغسله ده بتخلي البيضة معرضة ان هي تخش لها مية، طبعا مية مع مادة غذائية، بيئة مناسبة جدا لتكون الفطريات زي ما احنا شايفين كده في الصورة. كمان اي ميكروبات او بكتيريا موجودة على سطح البيضة اثناء الغسيل ممكن تدخل لجوه البيضة. عشان كده البيض ما ينفعش يتغسل خالص الا قبل الاستعمال مباشرة، فبنغسل البيضة ونستعملها على طول. وده ياخدنا للسؤال اللي بعد كده، وهو ايه مدة صلاحية البيض؟ البيض مدة صلاحيته في درجة حرارة الغرفة بتكون 21 يوم، درجة حرارة الغرفة اللي هي 20 ل25. أما في التلاجة فمدة صلاحيته بتوصل ل52 يوم، والتلاجة درجة حرارتها بتبقى من 0 ل4.
طبعا ده مش معناه ان احنا نروح نشتري اي بيض محطوط في الشمس، خصوصا في الحر وفي الصيف ده، لان في الصيف انتاج البيض وجودته بيقل. البيض لازم يكون محطوط في مكان ظل جيد التهوية. كده تقريبا نكون قلنا كل الأسئلة اللي بتدور حوالين البيض. لو عندكم أي أسئلة تانية اكتبولي وهرد عليكم. شكرا لحضراتكم.